كي تشوف كرة بين رجلين فنان تبان لك الحكاية سهلة وتبان لك باللي السحر حاجة طبيعية. بصح هل عمرك سألت روحك كيفاش طفل كانوا يقولوا عليه رقيق بزاف وما يقدرش ينجح رجع هو السيد اللي يقرر مصير القارات؟ واحد من الناس اللي كل ما يطفى الضوء عليهم يشعلوا هما قنديل من ذهب. بزاف قالوا خلاص وقته فات والرحلة الجدة كانت مجرد اعتزال ذهبي. بصح اليوم العالم كامل راهو يستنى في جواب واحد: كيفاش قدر حروز يرجع يحكم في آسيا بعد ما حكم أوروبا وإفريقيا؟ وش هو السر اللي يخلي الكنترول تاعو يوقف الوقت؟ الحكاية مشي غير بالون، الحكاية هي قصة محارب الصحراء اللي ما يعرفش معنى كلمة النهاية. واليوم رانا قدام حقيقة واحدة: رياض محرز راهو على بعد خطوة باش يكتب التاريخ اللي حتى واحد ما حلم به. في صيف 2019 في قلب القاهرة كانت الجزائر كاملة حابسة النفس. الضغط كان يوزن جبال والناس كانت تستنى في معجزة. تمك في هذيك الدقيقة التاريخية ضد نيجيريا. محرز حط الكورة، شاف في المرمى وكأنه كان عارف باللي هذيك الفالطة هي اللي راح تفتح بوابات المجد. هذيك الكورة اللي سكنت الشباك ما كانتش مجرد هدف، كانت إعلان ولادة قائد حقيقي. رياض في هذاك الكان أثبت باللي الجرينتا الجزائرية كي تتلاقى مع الموهبة العالمية النتيجة تكون التاج الإفريقي. كان هو المحرك، هو العقل المدبر، وهو اللي رجع البسمة ل 45 مليون جزائري بعد سنين من الانتظار. تمك عرفنا باللي رياض ماشي غير لاعب تيكي تاكا، بل هو النيرو اللي يحرق الخصوم ببرودة دم غريبة. من بعد المجد الإفريقي بدأت رحلة إثبات الذات في أقوى دوري في العالم ومع أعقد مدرب في التاريخ بيب غوارديولا. في مانشستر سيتي محرز عاش طلعات وهبطات، بصح في دوري أبطال أوروبا كان هو رجل المواعيد الكبرى. شكون ينسى واش دار في باريس سان جيرمان؟ في ليلة باردة وممطرة رياض خلى نجوم العالم يتفرجوا فيه وهو يسجل ذهابا وإيابا. محرز في السيتي تعلم كيفاش يكون جندي في منظومة وبلا ما يفقد لمسة الفنان. التتويج بذات الأذنين كان هو الختام المثالي لرحلة أوروبية خلت العالم كامل يصفق لهذاك الجزائري اللي جا من صارسال باش يولي ملك في مانشستر ويرفع الكأس اللي يحلم بها أي لاعب كرة في الكرة الأرضية. التحول لنادي الأهلي السعودي ما كانش مجرد صفقة تجارية كما روج ليها البعض، كان تحدي جديد في بيئة مختلفة تماما. رياض دخل لقلعة الراقي وهو يحمل ثقل التوقعات. في البداية النقد كان قاسي، قالوا باللي محرز جا باش يتمشى، بصح الساحر كان يخدم في صمت. في جدة بين جماهير الأهلي اللي ما ترضى غير بالفوز، محرز لقى روحه من جديد. هذيك التمريرات اللي تقسم الدفاع وهذيك الرزانة في اللعب خلت الأهلي يرجع لهيبته القارية. رياض رجع هو القائد الحقيقي في التيران، يوجه الصغار، يصنع اللعب ويسجل في أوقات قاتلة، وكأنه يقول للأسيويين: أنا هنا والملك لا يتنازل عن عرشه بسهولة. الطريق النهائي دوري أبطال آسيا ما كانش مفروش بالورود، كانت فيه معارك تكتيكية وصعوبات بدنية كبيرة، خاصة مع تطور الكرة في القارة الصفراء. بالصح رياض محرز جاب معاه الخبرة المونديالية والرزانة الأوروبية. في كل دور كان يبان محرز نسخة آسيا، لاعب يلعب بعقله قبل رجليه. التأهل للنهائي هو رسالة لكل المشككين باللي رياض ما زال عنده الجوع للبطولات. المحارب الجزائري قدر يتأقلم مع رطوبة جدة وحرارة المنافسة الآسيوية وطلع بالريتم تاعه حتى وصل الأهلي لقمة الهرم. الماتشات الكبار هما اللي يصنعوا الأساطير، ومحرز في هذه الدورة كان هو السوبرمان اللي يحتاجه الأهلي في كل لحظة حرجة. لو كان نشوفوا واش راهو يدير رياض دوكا نلقاو باللي راهو يحقق في معادلة شبه مستحيلة: الفوز برابطة أبطال أوروبا ومن بعد دوري أبطال آسيا وقبلهم كأس إفريقيا. هذا إنجاز يخلي اسمه يتحفر بالذهب في تاريخ الكرة العالمية. محرز ماشي مجرد لاعب جناح، هو مدرسة في ترويض الكرة. في الأهلي الجمهور رجع يشوف في محرز هذاك الأمل اللي رجع الفريق لمنصات التتويج القارية بعد غياب. اللعب في آسيا فيه بزاف فيزيك، بصح رياض خلاه يبان فن تشكيلي بفضل ذكائه في التمركز وقدرته على قراءة اللعب قبل ما تصل اللقطة بثواني. التأثير تاع محرز في نادي الأهلي تجاوز التيران، راهو أيقونة حقيقية. الصغار في السعودية والجزائر كامل راهم يلبسوا تريكو رقم 7 ويحاولوا يقلدوا الكنترول تاعو. في هذه الرحلة الآسيوية
رياض ورانا باللي اللاعب الكبير هو اللي يعرف يختار الوقت المناسب باش ينفجر. النهائي هذا ماشي مجرد ماتش، هو فرصة لرياض باش يدخل لنادي ضيق جدا من اللاعبين اللي فازوا بالبطولات القارية في قارات مختلفة. كل مراوغة يديرها، كل سنتراج بالمليمتر، راهي تزيد تبني في تمثال العظمة تاعو. محرز اليوم هو السفير فوق العادة للكرة الجزائرية والعربية في الملاعب الآسيوية. كي نهضروا على التألق القاري لازم نرجعوا للمقارنة بين محرز 2019 ومحرز 2024. في 2019 كان عنده هذاك الانفجار البدني والسرعة القاتلة، بصح اليوم راهو يلعب بالتجربة، راهو يعرف وين يتمشى وين يجري ووقت يمد الكرة المسمومة. هذا النضج هو اللي خلى الأهلي يوصل للنهائي. المنافسين في آسيا ولاو يديروا حساب الرجل محرز اليسرى أكثر من أي وقت مضى. محرز رجع القائد الهادئ اللي يمتص ضغط الخصم ويحوله لفرص تسجيل. هذه الميزة هي اللي تميز الكبار، ورياض أثبت باللي الذهب ما يصديش مهما تبدلت القارات والملاعب. الضغط قبل النهائي الآسيوي كبير، بصح رياض محرز ملف بهذه الأجواء. العب نهائيات في ويمبلي، في ملعب القاهرة، وفي الملاعب القطرية. النهائي هذا هو التحدي الأخير اللي يخليه يغلق اللعبة. جمهور الراقي راهو معول عليه بزاف، والجزائريين راهم وراه بدعواتهم وتشجيعهم كما العادة. محرز يعرف باللي هذا اللحظة هي اللي تبقى في الذاكرة. الفوز بلقب آسيا راح يكون ليه طعم خاص، لأنه جاء بعد رحلة نقد وتشكيك وبعد قرار شجاع بمغادرة أوروبا. النهائي هذا هو مسرح الساحر باش يدير العرض الأخير ويأكد باللي هو سيد القارات بلا منازع. في الأخير الحكاية تاع رياض محرز هي درس في الاستمرارية، من لاعب كان ينشط في الدرجة الثانية الفرنسية لملك في إنجلترا لبطل في إفريقيا واليوم لأسطورة حية في آسيا. محرز هو الدليل باللي الطموح ما عندوش حدود، وباللي الموهبة كي تتسقى بالخدمة والرزانة توصلك لبعيد. سواء ربح النهائي ولا لا، رياض ديجا دخل التاريخ من الباب الواسع. بصح نعرفوا حروز ما راحش يرضى غير بالذهب، وراح يخلي راية الجزائر ترفرف عاليا في سماء آسيا. عيشوا اللحظة وتفرجوا في السحر، لأنه لاعب كيما محرز ما يتكررش بزاف في زماننا. هو باختصار فخر العرب، فخر الجزائر، وملك الملاعب أينما حل وارتحل.